ولأول مرة يظهر المغني علي شان على مسرح الغناء بعد غيابه في مهمة لأجل الوطن لمدة 15 شهرا، وذلك لأداء خدمة العلم. لنتحدث مع علي شان قبل أن يبدأ الغناء. كيف الحال؟ هل أنت بخير؟ هذا شيء طبيعي، لقد تعودت ذلك أثناء الخدمة العسكرية. علي شان، متى كنت تنام ومتى كنت تستيقظ أثناء الخدمة؟ Askerde akşam ben en geç 7.30-8'de yatıyordum. Gün erken bitsin diye. Hemen ertesi gün olsun diye. 7.30-8'de yatıyorduk, sabah 4.30'da kalkıyorduk. بعد عودة علي شان من الخدمة العسكرية بدأ برنامج عمل مكثف جدا. Gelir gelmez hem kasetin koşturması hem işte o stüdyo zamanı yaptığımız koşturma. Şimdi kaset bitti, fotoğraflar, işte kliple ilgili çalışma. İşte burası. في أول حفل له بعد عودته من خدمة العلم بدأ علي شان متأثرا بشدة. قدم علي شان في حفله هذا مجموعة أغاني رائعة. Çok güzel bir repertuar hazırladık. Ben askerdeyken patlamış bütün parçaları aldık. Evet. بعد التحدث مع المغني الوسيم ودعناه ليعتلي خشبة المسرح. ولقد حضر حفل تلك الليلة العديد من المشاهير جاءوا لمشاهدة علي شان كيلدز تيلبا وروبر هاتيمو ويشار ايباك وكذلك أركام باتيكايا. عادت مغنية الطراز الشرقي صفية صويمان من جديد إلى عالم الموسيقى لتقدم لنا ألبوما جديدا، وقد اختارت أغنية كل ما يدق بابك من الألبوم الجديد، وصورت كليبا في منطقة مداخن الجن في أورغوب. وقد كان في النية أن يشارك صفية صويمان عارض أزياء شاب، ولكن تدخل زوج صفية منع مشاركة عارض الأزياء في الكليب، وأدى إلى حدوث معوقات في العمل بسبب غيرة زوج المغنية. Klip çekiminde bana neler etti Ürgüp'te ya. ماذا فعل السيد فائق؟ حدثينا يا سيدة صفية. Ne yaptı? Ürgüp'e geldi. Bir tane manken bulduk. Çok güzel bir yönetmen manken getirdi. Bir baktı mankenin tipini beğenmedi. Bu dedi, bu nedir? Bundan mı oynayacaksın dedi. Kıyametleri kopartıyor. Bununla oynamayacaksın. بعد المشاكل التي سببها فائق أوزتورك تم إبعاد عارض الأزياء من مكان التصوير، ثم قالت السيدة صفية: إذا تعال يا سيد فائق ومثل الكليب. Sen oynayacaksın dedim. Beni burada yalnız bırakamazsın. Olur mu olmaz derken onu klibimde oynattım.